السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في كل مكان. بصوا يا حبايبي، هو كده احنا بندرس الغلة. بصوا الدراسة واقفة هي شغالة وفي أمانة الله. شوفوا القمح، بسم الله ما شاء الله، حاجة مفيش أحسن من كده. بصوا، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. الذهب الأبيض يا حبايبي أحسن حاجة، احسن محصول هو محصول الغله والرز والحاجات اللي بتبقى في البيت دي. تحس ان في بركه كده، سبحان الله. الاسلام اهو، طبعا الاسلام ابني شايل الكوم اهو. ربنا يعينه يا رب ويعين كل واحد على حاله يا رب، اللهم امين. بصوا دي الكوم الغله يا حبايبي. بصوا المنظر، منظر جميل جدا. انا عن نفسي يا حبايبي وبقول لكم تاني، انا ابويا مش فلاح بس انا بحب الفلاح. طبعا بنفضي الغله كده في الشكاير وبنخيطها كده عشان ما تتدلقش. دي الشكاير اللي متعبيه اهي، محصولها جميل جدا. ربنا يا رب يوزع البركه يا رب، اللهم امين. شوفوا الغله نازله ازاي من الدراسه اهي. طبعا الدشت اللي محطوط ده لازم نفرشوا منه فرشه يا حبايبي عشان القمح ما يتبهدلش في الارض والكلام ده كله. اهو شوفوا طالع من دراسه كده اهو. ده طبعا التيب المواشي بتاعته اهو. طبعا اهو انا هو بخيش الشكاره اهي. بصوا يا حبايبي القمح جميل جدا. بصوا الله اكبر، خير، الحمد لله والله، الحمد لله من حمد الله، الحمد لله. يبقى يوم شقة بس يوم جميل جدا. بصوا دي طبعا الصريح واسلام رايح يجيب القمح وكده. بنكومه كده ونربطه يا حبايبي عشان ما يتبحترش زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، زي الفوم ده كده. طبعا ده اسم ابني ابو سعده، ربنا يخليه لي يا رب ويبارك لي فيه. اهو ده طبعا اللي بيلقم الدراسه بيلقم، يعني هي بتنزلها عشان تطلع قمح من الناحيه التانيه زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا اللي بيلقمها ده بيتعب جدا يا جماعه، يعني الموضوع مش سهل، ولا قدر الله ممكن تعور النهر. ربنا يسترها مع كل واحد كده يا رب ويعينه على حاله اهو. طبعا ده ابراهيم ابن سيلفي بيساعد ابن عمه كده عشان عبد الرحمن في الجيش، ربنا يعينه ويتمهم له على خير يا رب. ولاد عمه بقى يعني ايه بيقفوا مع بعض بالذات في اليوم ده. انا بخيط الشكاره كده، هي اسمها تخييش بس انتوا يعني هي زي الخياطه كده عشان ايه ما تقولوش. واهي بصوا الغله القمح طالع اهو من الشكاره من الدراسه معلش اهو. ده ابن سيلف اهو. بقول لك وتحيا مصر، بقول لكم التيشيرت بتاع الكوره اهو. اسلام قبضه، هو اليوم ما بيعديش قال لك كانوا يهزروا مع بعض. بصوا بقول لكم تحيا مصر. النهارده ان شاء الله في كوره هيجيبوا 5 اجوان ان شاء الله، ان شاء الله. اسلام طبعا بيعمل لايك، بقول لكم ما تنسوش اللايك. ابو ساجدة ربنا يخليهم لي يا رب ويخليهم لكل ام رجاء يا رب. اهو الرصة طبعا اهو. طبعا انا برضه بربط في الشكاير لان ما ينفعش
واسيبها، لو سبتها هتتدلق. لازم انا اخيطها كده عشان ايه؟ ما تقعش بقى شكارة تتدلق ولا الكلام ده كله، عشان احنا عارفين يعني ده طبعا المقصود بتاعنا. كده احنا تمينا يا حبايبي بالسلامة الحمد لله. عقبال يا رب السنة الجاية وانتوا معايا، وهكبر بيكوا ويكوا ان شاء الله. طبعا الفلاحة دي شقة جامد يا حبايبي، بس انا بحبها برضه والله. وربنا يرحمه ويرشده وام عزيزة وامي ويخلي له ابويا. طبعا يا حبايبي اللي عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين في كل مكان. اسيبكم كده مع الكاميرا في الارض.